فيلم المشروع اكس بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري واياد نصار واحمد غزي، والفيلم ده من اخراج وتأليف بيتر ميمي، وبيدور عن ضابط في رحلة كده مهمة عن تجار اثار، يعني بيخش معاهم في مغامرات. عارف انت لما تشوف فيلم وتقول ايه من قبل ما ينزل حتى اعلانه تقول الفيلم ده ناجح؟ يعني انت المنظر العام بتاع الصورة اللي نزلت وبتاع اخراج مين وتأليف مين وكمان تمثيل مين، شايف فيلم حلو يعني من قبل ما نشوف الاعلان اصلا. واتمنى ذلك، يعني انا الناس كل اسماء الناس طبعا الا ياسمين صبري، يعني كل اسماء الناس اللي ذكرت في هذا الفيلم بصراحه الواحد بيتفائل بها جدا. اتمنى دي تكون حاجه حلوه، نشوف بقى ياسمين صبري بتمثل ولا حاجه، يعني عارف انت اللي هو يمكن يجي حاجه مع بيتر مين، يعني يا رب نتمنى ذلك يعني. مش عارف، بس هو احسن حاجه ان الفيلم ده ما نزلش في العيد، لان افلام العيد اللي نازله، عارف انت افلام حمضانه ده رقم واحد، يعني الافلام اللي نازله لنا في العيد ده افلام تعبانه جدا، والناس المسلسلات مع الكنافه متقله عليها، فاهم؟ فاحلى حاجه ان هو نزل كده، هينزل اوف سيزون اصلا، يعني هينزل في موسم الصيف كده، اللي انت عايز تروح روح مفيش عيد ومفيش اي حاجه، شوف لك يوم كده تكون السينما فاضيه وروح فيه. انا واحد من الناس متحمس جدا للفيلم ده واخش في السينما. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي كومنتس اذا كنت مختلف او متفق معايا في اي حاجه، وتابعني بنزل محتوى يومي عن التمثيل. وسلام.